سيادة المستشار، ابعت لنا في الرسايل إيه أهم الحاجات اللي لازم يعملها لو اتقبض عليه. أول حاجة لازم تسأل عن السبب القانوني اللي ممكن الضبط وقفك عشانه، عشان لو مفيش سبب قانوني يبقى كده أصلا إجراء الضبط ده باطل. تاني حاجة لازم تتأكد من إن أهلك أو اللي كانوا موجودين في وقت الضبط يبعتوا تلغرافات فورا لوزير الداخلية والنائب العام بوقت وتاريخ وطريقة الواقعة، ولو كمان مجري الضبط كمان يبعتوا. تالت حاجة كمان تتأكد إن لازم يكون معاك محامي في جميع المراحل من أول الاسم لغاية كمان في التحقيق في النيابة العامة، عشان ما تقولش أي كلام يضرك. التزم بالصمت أو كلمة ما أعرفش، أو زي ما بنقول في الأفلام أنا عاوز المحامي بتاعي. وطبعًا لو حصل لك أي تهديد لازم تقول أول ما توصل النيابة العامة اللي أنت بتطلب الكشف الطبي على جسمك وإثبات الحالة اللي فيها، وأي تهديد اتعرضت له، وكمان لو أنت فضلت محتجز أكتر من 24 ساعة، عشان لو اتحالت لأي جلسة فأنت كده بإذن الله ضامن البراءة بتاعتك. وأنت كمان لو عندك أي مشكلة قانونية اكتب لنا في الكومنتات وإحنا إن شاء الله نرد عليك على طول.